وكالون النهارده معانا متميز جدا بسعره وامكانياته. لو فتحنا كده بنشوف الكتالوج والقطعه اللي هي داست ريموفر، وبعدين معانا الانستوليشن كيت زي ما احنا شايفين، ومعانا القطعه الستانلس اللي بتتحط في الحلق، ومعانا القلب اللي هو متميز جدا، دي مسامير انستوليشن. ولو بصينا على القلب بتاعنا هنلاقيه ان هو ينفع لجميع الاغراض، المقاس بتاعه ستاندرد. في 3 سكات، وفي سكة للتأمين الداخلي واللسان. طبعا القلب ممكن يركب على الأبواب العادية الخشبية والأبواب المصفحة وأبواب الغرف كمان. ولو بصينا كده هنلاقي القطعة المعدن اللي قدام دي اسمها المراية، ممكن نغيرها ونقدم لكم قطعة تركب على الباب المصفح. ولو بصينا على الهاندل اللي بره واللي جوه، دي على سبيل المثال القطعة الداخلية، ده زر التأمين، وده مكان البطاريات، بياخد 4 بطاريات قلم دبل اي، وفي مكان كمان ممكن نحط فيه باور بانك ونستغنى عن البطاريات، وده الكيبل بتاع التوصيل. كمان هنا عندنا المسمار ده لو فكناه وحطيناه في الناحية التانية ودورنا الهاندل بنقدر نقلب الدايركشن بتاع الباب، يفتح يمين او شمال. اما القطعة الخارجية واللي هي فيها البانل بتاع الباسوردات والكروت والفينجر برينت، طبعا الكالون بتاعنا براند كوردليس. عندنا هنا زر الجرس، وعندنا هنا البصمة اليد، هنا كمان كيبل التوصيل اللي بيوصل مع الطرف الثاني، وعندنا المسمار اللي ممكن نقلبه عشان يغير الدايركشنال بتاعنا بتاع الفتح سواء يمين او شمال. واللوك بتاعنا من شركة كوردليس الغنية عن التعريف.